السلام عليكم، إزيكم يا أولى إعدادي؟ إن شاء الله في الفيديو ده هنحل مع بعض التقييم الأول. هنبدأ أول حاجة بالأداء الصفي، بعد كده الواجب المنزلي، وآخر حاجة التقييم. بس قبل ما نبدأ شرح، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، ولو حد حابب يشترك معايا في الجروبات الأونلاين هاسيب لكم رقمي في الديسكريبشن بوكس. ويلا بينا نبدأ. نبدأ أول حاجة بسؤال الترتيب، عايزين نرتب الجمل دي. هابدأ أول حاجة بإيه؟ باللي مبدوءة بcapital. فين هي؟ الL، هي دي اللي مبدوءة بcapital، يبقى هاقول L. بعدها الverb elle s'appelle، هي اسمها ناتالي. elle s'appelle ناتالي. طب رقم 2 هنبدأ بالtu عشان دي المبدأ بcapital. بعدها tu habites ده الverb، أنت عايش à بورسعيد. tu habites à بورسعيد، أنت عايش في بورسعيد، ده سؤال. طب رقم 3 فين المبدوء بالcapital؟ je. بعد je فين الverb je suis، أنا أكون. je suis professeur، أنا باكون مدرسة. de وبعدها de la français، أنا باكون مدرسة فرنساوي. يبقى أول حاجة بنبدأ بالفعل، بعد كده الفعل، وبعد كده نكمل باقي الجملة نشوف هنرتبها إزاي. طب رقم 4 شادي هو المبدوء بالcapital. بعد شادي هنحط الverb، فين الverb est né، شادي اتولد وبعد كده هاقول إيه 30 والّا نوفمبر؟ أكيد 30 الأول، يبقى شادي est né le 30 نوفمبر. كده أنا رتبت كل الجمل فاعل، فعل، مفعول. نيجي بعد كده للchoisi. أول رقم 1 بيقول لي m'appelle فريد. m'appelle دي كانت التصريف بتاع أنهو ضمير؟ المابيل دي كانت بتاعة الج. وتخلّي بالكم إن كل اللي إحنا بنقوله دلوقتي دي حاجات كانت موجودة في الترم الأول، لإن اللغات دايمًا بتكون تراكمية، ممكن يجيب لك حاجات من الترم الأول عادي، وممكن لمّا تطلع تانية يجيب لك حاجات من أولى. طب رقم 2 الtu. الtu هتاخد إيه في verb habiter؟ الtu كانت بتاخد نهاية الES، يبقى هناخد habiter التانية. رقم 3 أمينة. أمينة اسم بنت، يبقى أنا لازم آخد الجنسية تبقى برضه مؤنثة. أنهي واحدة مؤنثة؟ هي Egyptian آخرها NE، هو ده تأنيث كلمة Egyptien. طب رقم 4 c'est une، حاطط لي une. الune دي بتاعة أنهي واحدة؟ أنا لازم أختار المهنة تكون مؤنث. collégien طالب إعدادي مذكر، وميكانيكien برضه مذكر، يبقى هي سكرتير. كده نكون خلّصنا واجب المنزلي. نيجي بعد كده الأداء الصفّي سوري، نيجي بعد كده للواجب المنزلي اللي هو الواجب الأسبوعي. عايزين نوصّل الصور بالجمل. الصورة الأولى دي سماعة، فين السماعة؟ c'est un casque، هي دي المعنى السماعة، يبقى هنا رقم 1. رقم 2، رقم 2 مديني ولد، فين الولد؟ je suis un garçon، أنا بيقول لي أنا باكون ولد، يبقى هنا رقم 2. طب ده علم البرازيل، فين الجملة بتاعتها؟ c'est le drapeau du Brésil، يعني هو ده علم البرازيل، يبقى دي رقم 3. آخر صورة الولد بيحتفل بعيد ميلاده، معاه 3 شمعات، يبقى هو عنده 3 سنين il a 13 ans، يبقى هنا رقم 4. خلصنا الواجب المنزلي، نيجي لآخر حاجة التقييم الأسبوعي. النوم اسم الأب اسمه ديبون. برينوم توماس، الشخص اللي قدامنا ده اسمه توماس. طب ناسيوناليتي هنكتب الفرنسي ان هو فرنسي، ادينا كتبنا فرنسي. البطاقة دي سهلة قوي، وكانت جات لنا في الترم الأول برضو. اج نقول مثلا عنده 30 ans، عنده 30 سنة. ادرس العنوان، اكتب أي حاجة، نقول مثلا 13 رو 13 شارع الاستاد، 13 شارع الاستاد. والبروفيسيون باين ان هو الدكتور قدامنا، يعني ايه دكتور؟ ميديسان. وبس كده نكون خلصنا فيديو النهارده. لو عجبكم متنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. au revoir.